السلام عليكم، أنا زياد إمام، وتاني حلقة من حلقات اس دي دي كاست أو ستودنت ديف دايف. ضيفنا النهاردة باشمهندس أحمد جمال. حد عنده مهارة مش سهل تكون عند حد، مهارة البروبلم سولفينج. هو كوتش وانستراكتور في جامعة قناة السويس، ووصل الاي سي بي سي مرتين، في اي سي بي سي فاينلست مرتين. فنحب نتعرف بحضرتك يا باشمهندس أحمد. شكرا يا زياد، مبسوط ان انا معاك النهارده. و يعني انت جزء من التعريف يعني قلته. انا احمد جمال، انا خريج جامعه قناه السويس، كمبيوتر ساينس. اتخرجت السنه اللي فاتت. وبالنسبه للمسابقه، للحاجات اللي تخص المسابقه يعني فممكن فضلت تقريبا 4 5 سنين كده فيما يخص المسابقه كاكتيفيتيز يعني. 4 سنين منهم اللي هم الأخرى دول كنت بتنقل ما بين شوية رولز كده تخص إن هو منتور مثلا، شوية كوتش، شوية انستراكتور، وهكذا. آخر حاجة ركزت في إن أنا أكون انستراكتور أكتر. بحب إن أنا explain شوية topics، ويعني اللي هي كده بروسيس بحبها. الحوار بالنسبة لي يعني ممتع. وبالنسبة للمشاركات بتاعت المسابقة، شاركت 4 مرات I think. منهم مرتين 4 مرات، منهم كل مرتين. سنين الكلية شاركت فيها. يعني هو من سنة تانية أعتقد، من سنة تانية تالتة رابعة. ما أعتقدش إن أنا شاركت في أولى، بس هو إيه، عشان فتحوا حتة إن هو تشارك في آخر سنة بعد ما تتخرج. يعني اه، أنت حلو. بتسجل وأنت في آخر سنة، وبعد كده إيه، انا ما تشارك كنتش اعرفها دي. عادي. لا عادي، بس هو مم. ده اللي ماشي يعني حاليا. وبس تمام. سنتين منهم اللي هي السنة التانية والتالتة. آه الحمد لله يعني إن اتأهلت أنافس على عرب وأفريقيا ACPC. و وبس يعني ممكن بالنسبة للحاجات اللي ما تخصش المسابقة بقى، فأنا سوفت وير انجينير في شركة ورك موشن. آه، يعني بالنسبة للحاجات اللي تخص البروبلم سولفينج، بما إن إحنا جايين نتكلم عليها النهاردة، بالظبط. فيعني هي حاجة من الحاجات يعني بعيدا عن حوارات المسابقة، فهي نفعتني في بالنسبة للجزء بتاع التقديم على الشغل والحاجات دي، بالنسبة للانترفيوز، وهنيجي للحتة دي إن شاء الله يعني. تمام. وبس يعني دي سريع. تمام كده اتعرفنا على حضرتك. عاوز ابدا ادردش معاك كده عن البروبلم سولفنج، ويعني عاوز اعرف إيه مفهوم البروبلم سولفنج بالنسبه لك. طيب جميل. بص، هو بالنسبة للبروبلم سولفينج، الناس بتبقى اخدة حتة البروبلم سولفينج دوت ان هو يلا نفتح مشاكل ونكتب كود، بروبلمز ونكتب كود والكلام ده. بس. اه. بس هي لا، البروبلم سولفينج عموما يعني هي جنرال سكيل، هي انك تعرف تحل مشكله بس عموما. تعريف المشكله اصلا او تعريف البروبلم هو اي تاسك عايز تعملها ليها انبوت وليها اوتبوت في الاخر. يعني لو انت هتبدا من انيشال ستيت وهتنتهي لستيت معينه بريزولت انت مستنيها، الخطوات اللي انت بتعملها في النص ديت بروبلمز. يعني احنا بنحل بروبلمز من زمان، يعني مثلا مسائل الماث مثلا ولا حاجه، ان انا عايز اعمل قهوه الصبح فاهم؟ كل ديت ممكن ايوه، انت فاهم. تموديلها كبروبلمز يعني. فالبروبلم سولفينج ان انت تعرف بشكل معتاد، يعني ان انت كل ما تقابلك مواقف اصعب تعرف تفكر فيها وتستخدم التولز اللي معاك بشكل احسن، بحيث ان انت تطلع الريزولت اللي انت عايزها. بالنسبه بقى للبروبلم سولفينج اللي احنا جايين نتكلم عليه، فهو البروبلم سولفينج اللي يخص البرمجه، اللي هو ان ايوه. انت بيجي لك حاجه بنفس الستايل اللي احنا اتكلمنا عليه ده، ان انت given حاجة عايز توصل لحاجة تانية، وانت بقى هتخترع البروسيس اللي في النص. انت تعرف شوية تولز، سواء هي توبكس، سواء هي شوية structures كده من الحاجات اللي هي البيزك في لغات البرمجة او ايا كان. وانت عايز من الحاجات دي كلها توصل لاوتبوت معين، او عايز توصل لسوليوشن معين. السوليوشن اللي انت بتعمله في النص ده عشان تعرف توصل من هنا لهنا هو ده البروبلم سولفنج. فانت بتتدرب على ان انت تعرف ان انت تفل شويه جابس، كل شويه بتبقى الجابس ديت اكبر، ممكن تكون الجابس ديت اكتر، ممكن تكون الكومبلكسيتي بتاعت البروبلم اعلى من كذا ناحيه. يعني ليها شويه حاجات. دي البروبلم سولفنج اللي عظ- تخص البرمجه. عظيم. طيب،
دلوقتي احنا عرفنا ايه هي البروبلم سولفينج. طيب ايه اهميتها؟ يعني انا ليه مثلا آه كل ما يعني انا كنت في سنه، انا حاليا في سنه تانية، لما كنت في سنه اولى الناس كانت بتقول البيزكس وبروبلم سولفينج، هنيجي للبيزكس كمان شويه، بس خلينا نتكلم عن البروبلم سولفينج دلوقتي. كانوا بيقول اهميته وانه شيء لازم بتتسأل فيه لما تيجي تخش اي شركه. شيء بيخليك تعرف تكتب كود كويس ايا كان اللغه اللي انت بتكتب بيها. ف ايه اهميه البروبلم سولفنج بالنسبه لك؟ بص، هو مش ناحيه بالنسبه لي، بس هو مم. عموما ان في جنرال العموم عادي يعني هو اكيد ليها أس... التاتش. انا من ناحيتي بس هو كسكيل، زي ما قلت لك ان احنا بنقابل بروبلمز في كل حاجه. بتقابل بروبلمز او بتقابل ان انت عايز تعمل تاسك معينه بشكل معين، فيها جنب من الامبلمنتيشن، فيها جنب من التفكير، فيها جنب من ايا كان الحاجه. هتلاقي نفسك ان انت التدريب على البروبلم سولفنج بينهنس الحته دي، بحيث ان انت لما تعرف تيجي تشتغل هتلاقي ان بتخلي ما اقصدش ان هو شغل فعلي، يعني اللي هو لما تيجي تشتغل اللي هو تلاند جوب، لا، بس لما تيجي ايوه تشتغل يعني عموما في اي حاجه هتلاقي نفسك ان انت في حته لمست معاك من ناحيه البروبلم سولفنج. يعني البروبلم سولفنج ممكن نقول ان هي الاهميه الرائجه عنها ان هو انت بتسال في الانترفيوز، فانت محتاج ان انت تكون بريبيرد كويس، بحيث ان انت تخش الانترفيو وتعرف تحل وتعرف تتعامل مع الانترفيور، وانت تعرف ان انت في الاخر ايه، تعدي الانترفيو وهكذا. بس بعيدا عن الانترفيوز، هي مش حاجه بنتعلمها بقى غصب عننا عشان نخش مم. الانترفيو نحل وبعد كده نرميها ونمشي. لا، هي ليها فايده ملموسه فعلا في عموما في الكودينج بتاعك، في التاسكس اللي انت بتعملها، في البروجكتس اللي انت بتشتغل عليها. دايما هتلاقي ان انت البروبلم سولفنج بينهانس الحته دي. وحتى في الحتت بتاعت ان انت تتعلم حاجه جديده، يعني انت حرفيا وانت بتحل بروبلمز، خصوصا لو انت كومبيتيتيف بروجرامر، فانت عمال حتى لو مستواك مش احسن حاجه. يعني هو بس ممكن اقول الكلام والناس بتسمع الكلام دوت وبتقول ايه، لا ده بيتكلم على الناس اللي هم التنانين اللي مش عارف ايه. لا، عادي، انت ايوه ممكن ما فعلا. تكونش احسن حاجه، بس انت عمال بتتعرض لبروبلمز، عمال بتعصر دماغك، انت بتتعصر فعلا طول ما انت عمال تقابل الحاجات دي. ده بيخليك احسن. حتى لو انت مستواك ومش بالريت خالص، والله حتى لو انت مستواك مش احسن حاجه، بس هتلاقي نفسك ان انت في الاخر احسن من ان انت ما كنتش بتعمل كده. لو ما كنتش بتعمل كده، ما كنتش بتتدرب عموما، هتلاقي نفسك ان انت كنت هتبقى اوحش من ناحيه من ناحيه الليرنينج، من ناحيه التفكير، ومن ناحيه الامبلمنتيشن، من كذا ناحيه يعني. ايوه فعلا. مهم. فعلا هي مهاره مهمه، وانا بلاحظها يعني. بكتب سي بلس بلس وشويه بحب الجافا سكريبت يعني، فبحب اكتبها. مهم. فبحل بيها مسائل، بلاقي نفسي ان انا بفهمها اكتر عن ان كل يوم اخد توبيك واذاكره. لا، انا باخد كل يوم مساله واتعلم فيها حاجات كتير، فانكشنز بقى، المساله دي اتحلت ازاي بالالجوريزم بتاعها الكلام ده كله، فبلاقي شيء مفيد فعلا يعني. هي دي حلوه فعلا، بتخليك تتعرض لشويه مواقف كتير، فانت تعرف تجمع الحاجات اللي انت عايز تعملها. بس في بوينت هنا، لان انا وقعت فيها قبل كده، هي حته ان انا لما اجي ايوه. اتعلم بقى، لما اجي اتعلم لغه جديده، لان مثلا تاني لغه اتعلمتها بعد السي بلس بلس على طول كانت كانت بايثون، وكانت في ايام كورونا. ايام كورونا كنت قاعد بقى زهقان وبقول ايه، تعالى نتعلم بايثون، بس انا مش عايز اخد توتوريال ويبدا معايا من الفاريبلز والكلام ده. تعالى احنا هنفتح هاكر رانك، تعالى الباث بتاع بايثون فين، افتح بروبلم. انا دلوقتي عارف ازاي احل البروبلم عموما، فانا عارف انا عايز اعمل ايه، فسيرش بقى هاو تو كذا ان بايثون، افضل اجمع ده لغايه ما احل بروبلمز. بس ده وداني للحته ان انا بقيت بكتب كود سي بلس بلس ببايثون، اللي هو الكود اه. مش اخد بايثون ستايل او مش بايثونيك قوي يعني، هو بس سي بلس بلس، بس انا مترجمه بلغه تانية، فهو بيطلع مش بايثون خالص يعني. فاهم؟ فهو حاجه من الحاجات اللي ايوه. يعني، هو ده مفيش مشكله ان انت تحل وتوصل لده بمجهودك، وتبقى انت كده عصرت دماغك، بس ما تسيبش البروبلم وترميها. شوف حلول ناس بتحل بايثون فعلا، هتاخد منها تريكس، هتاخد منها بايثون ستايل، وهتاخد منها الفايده بقى اللي انت المفروض ان انت تاخدها، غير ان انت تحل بروبلم. وده في اي لغه، لان كل لغه لها الستايل بتاعها ولها الحاجات اللي هي مستخبيه فيها كده. لازم واحد يكون بيعمل الحوار ده من زمان عشان تيجي تاخد منه الحته ديت وتعرف ان ده تمبروف يعني. انا بشوف ديت حاجه احسن بكتير. عظيم. آه طب لو قلنا ان البروبلم سولفنج ليه رود ماب، او هبدا ازاي بروبلم سولفنج؟
يعني انا لسه واحد في سنه اولى او واحد في سنه رابعه، اصل في ناس لحد سنه رابعه بتفضل تايهه ومش عارفه ايه اللي تعمله. وكلمه بروبلم سولفنج دي على حد لسه بادئ بتحسها تقيله شويه وصعبه، وانه يقعد يحل ويتعب وبتاع، مش بيبقى عارف يبدا منين ومين يكون معاه وايه الخطوات بالظبط. بص، هو حقيقي يعني ازاي تبدا بروبلم سولفنج، حل بروبلمز بس يعني بالنسبه للحوار، يعني انت ممكن يكون في prerequisites، دي اكيد. يعني انت محتاج عشان تحل بروبلمز لازم تكون عارف لغه برمجه مثلا. مش هنختلف فيها، انت هتكتب كود هتكتبه بايه؟ بلغه برمجه، فانت محتاج تكون متعلم لغه برمجه. غير كده مفيش بجد سحر. يعني الناس بتفضل تسال وتستنى سحر يحصل، اللي هو انا بدات بقالي اسبوعين ومش عارف احل بروبلمز. طبيعي ما تعرفش تحل بروبلمز، وحل ان انت ما تعرفش تحل بروبلمز ان انت تحل بروبلمز، لان الحوار فعلا فيه معاناه. يعني هو بس في ناس عندها الفكره ان هو اللي بيعرف يحل بروبلمز ده بيشوفه في بعد سنين تدريب، ويشوف ايه ده، يا بيحل البروبلم مش عارف في دقيقتين وانا مش عارف احلها اصلا، ازاي بيعمل كده؟ صح. ويتخيل ان هو قاعد بيتدرب بقى والدنيا عماله فراشات بقى والدنيا بامبي وعمالين بنحل بروبلمز واحنا مستمتعين. لا كل واحد بيعاني وهو بيحل بروبلمز. الفكره ان انت لما بتبدأ بتعاني وتحل بروبلمز عند مستوى معين، ولما مستواك بيعلى عن المستوى ده فبتعاني برضو انت تحل البروبلمز بس في مستوى اعلى، فاهم؟ فاللي هو حل ان انت بتعاني في حل البروبلمز ان انت تحل البروبلمز برضو هتحل اللي البروبلم. هو مهم. اللي هو العناء مستمر، ولكن درجه العناء نفسها هي اللي بتزيد كل شويه. يعني انت بتحل المشاكل بتاعتك عشان تروح لمشاكل اكبر وبتعاني فيها برضو. ايوه الفكرة فاهم. في حتة ان انت بجد فعلا طالما انت خلاص متعلم لغة برمجة وتكون متعلم البيزكس بتاعتها كويس، ابدأ حل بروبلمز. هتبدأ تعاني، ممكن يكون معاك منتور. بصراحة هي مش هتفرق نوعية البروبلمز اللي هتحلها، يعني المهم ان هي تكون سهلة. ممكن ليد كود ايزي مثلا، ممكن شيتات اسيوط مشهورة جدا، ممكن شيتات دكتور مصطفى سعد. المهم انك تبدأ تحل، تبدأ تحل، ويا اما يكون معاك حد تعرف ان انت تسأله ويدي لك هنت لو هي الحاجة ملهاش حل، او ان هي يكون حاجة زي شيت دكتور مصطفى بيكون ليها حلول، سواء الحل دوت في فيديو، سواء الحل دوت في اديتوريال على كود فورسز، او ايا كان، بحيث ان انت هتفضل تعاني مع البروبلم شويه ومش هتعرف تحلها. وده طبيعي، ده جزء من التدريب اصلا ان انت تعاني مع البروبلم. والجزء الثاني ان انت تتعلم بقى من المعاناه اللي انت عملتها دي، سواء انت المعاناه دي جت بنتيجه وجبت الاكسبتد او ما جاتش بنتيجه، فانت كده بتتدرب يعني عادي. وبعد كده هتشوف ايه اللي كان ناقصك، وهتشوف افكار وتشوف حلول ناس. يعني مش لازم تشوف الايديتوريال بس، ما تشوفش اسبكت واحده بس او برسبكتيف واحده للبروبلم. لا، شوف اكتر من برسبكتيف، لان كل واحد في بروبلمز بتبقى خلاص هو باين ان هو حلها حل واحد، فهتلاقي الناس كلها تقريبا حلها شبه بعض. لكن في معظم البروبلمز هتلاقي ان الناس حلها من زوايا مختلفة أصلا. وحتة إن أنت تعرف تقرأ أكواد ناس تانية وتعرف تتخيل هم وصلوا بستبس تفكير عاملة ازاي لغاية الحل ده، دي سكيل تانية برضو محتاج ان انت تعاني فيها شوية. فهو في معاناة في كل البروسيس. عظيم. يعني اللي هو ابدأ حل بقى وابدأ ذاكر وشوف الناس ماشية ازاي، حاول تلاقي حد يساعدك يعني. ده بالنسبة للبداية. بعد كده يعني لو جيت تتكلم عن رود ماب، بص هو مفيش رود ماب مفيش صح وغلط يعني، بس هو الفكرة ان الرود ماب بتتحط على اساس ايه؟ يعني اعتقد ان هي بتتحط على على مقياس معين، ان هو البروبلمز السهله في الغالب بيظهر فيها توبكس معينه، فاهم؟ فبتتحط التوبكس ديت بترتيب معين، اللي هو وانت في مستواك الحالي مثلا هتقابل بروبلمز بي ديف 2 بي، فديف 2 بي في الاغلب بيظهر فيها توبكس عامله ازاي، بيظهر فيها توبكس كذا، فبتتحط الاول في الرود ماب، فاهم؟ بحيث ان انت يعني تذاكر الحاجه المتناسبه مع مستوى البروبلمز اللي انت بتحلها بس. فممكن تمشي آه، على رود ماب من الرود مابس اللي هي الكويسه جدا اللي موجوده، وفي اتنين بجد مش محتاج تفضل تدور على حاجه ما حدش اكتشفها قبل كده يعني. عندك مثلا عندك الرود ماب بتاعت يساكو، عندك الرود ماب بتاعت دكتور مصطفى، او الرود ماب بتاعت شيت اسيوط. وحقيقي ما تشغلش نفسك افضل ابدا بده ولا ده احسن ولا ده الالتيميت ولا ده الايه. ابدا باي واحده منهم وحل بروبلمز، ولما تحل بروبلمز هتعرف ايه اللي ناقصك وهتروح تكمله من الحاجات التانيه وخلاص. عظيم. دلوقتي الشباب اللي بتبدأ بروبلم سولفينج وبتقعد فترة كده، فبتيجي تخش مسابقات زي الاي سي بي سي، ونبدأ نسمع مصطلحات زي كومبيتيتيف بروجرامينج.
ف ايه الفرق بين البروبلم سولفنج والكومبيتيتيف بروجرامنج عموما؟ انا يعني بسمع ان بتوع الكومبيتيتيف بروجرامرز دول الناس بتصحى تغسل وشها بمسألة اللينكد ليست والكلام ده. هل الكلام ده حقيقي؟ الناس دي فعلا يعني واهبة حياتها للبروبلم سولفنج بس، ما يعني مش بتعمل حاجة تاني، ولا ايه بالظبط؟ بص، في معلومتين غلط انت قلتهم. تمام. المعلومه الاولى ان بتوع السي بي حياتهم كلها سي بي. المعلومه الثانيه ان بتوع السي بي بيحلوا لينكد ليست. انا لسه متعور من اه. لينكد ليست قريب. لا انا لينكد. بقول لا عموما يعني. اه. ده اللي بسمعه على فكرة، مش مم. كلامي يعني. لا لا، انا فاهمك. هو بص، بالنسبه للحته الاولى من السؤال بتاعت الفرق بين السي بي والبروبلم سولفنج، فيعني عموما هو الاثنين فيهم بروبلم سولفنج. هي نفس السكيل اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. لو تاخد بالك لما بدانا نتكلم على البروبلم سولفنج، قلت لك ان انت تحل مشكله، ما قلتلكش اي حاجه. ما قلتلكش مثلا اعمل القهوه في 5 دقائق، فاهم؟ انا قلت لك اعمل قهوه بس وخلاص. اصحى الصبح اعمل قهوه. ما قلتلكش اعمل القهوه دي مش عارف في 5 دقائق، وتكون القهوه مش عارف عامله كذا، وحطيت لك شويه حدود وبتاع. بالنسبه للكومبيتيتيف بروجرامينج، الكومبيتيتيف بروجرامينج هي بروبلم سولفنج، ان انت برضو بتحل مشكله، لكن بتحل المشكله دي في وقت معين، constraints فيها وقت معين، ان هو هدي لك شويه بروبلمز واقول لك سواء بقى هم متدرجين في الصعوبه، صعوبتهم زي بعض، مترتبين مش مترتبين، ايا كان هو مجموعه من البروبلمز، وهقول لك حلهم في وقت معين. ادي لك ساعتين واقول لك بص شوف الباقه من المشاكل الجميله دي حلها لي في خلال الساعتين. وايه بقى كمان؟ هتنافس ناس تانية هتحاول ان هي تحلها في نفس الساعتين برضه. انا هخش الكونتست وانت هتخش الكونتست، وهنحاول ان احنا نحل نفس عدد البروبلمز في خلال تايم فريم كده معين. وايه بقى؟ ازاي نفرق مين كسب ومين خسر؟ ان انت تكون حليت البروبلم، حليت بروبلمز اكتر مني. يعني مثلا هم كانوا 5، فانا حليت 3 وانت حليت 4، فلا اكيد انت هتكون احسن مني. او ممكن انا حليت 4 وانت حليت 4، لكن انا حليت ال4 دول وجايب ورافع 3 حلول غلط مثلا، بس انت حللهم من غير ولا حل غلط. فانت ليها حسبة معينة كده، البينالتي يعني مش هنخش فيها. بس عموما اللي بيخلي السكور بتاعك اوحش الحلول الغلط اللي انت تحلها اكتر، وان انت تحل متاخر. يعني لو انا حليت نفس البروبلم زيك وانت حليتها في 10 دقائق من غير ولا حل غلط، وانا حليتها في ربع ساعة من غير ولا حل غلط، فانت احسن مني. وهكذا ليها حسبة كده معينة. ففي الآخر بنخش نتنافس على مين اللي يجيب سكور أعلى، سكور كده زي أي لعبة، زي مثلا إيه، مثلا امم. الكاراتيه مثلا ولا حاجة، فاهم؟ شوية مارشال ارتس، بس احنا نحط لها شوية قوانين كده بحيث إن هي تبقى رياضة وليها بطولة وليها شوية حاجات، فنخش نتنافس فيها لغاية ما نشوف مين أول وتاني وبتاع الكلام ده. هو الكومبيتيتيف بروجرامينج كده بيستخدم البروبلم سولفينج ان انت تحل المشاكل، بس بيحط لها شويه كونسترينتس وشويه رولز تانية مختلفه. وبتكون مثلا البروبلمز ممكن تكون فيها كومبلكسيتي اكتر، فيها توبكس اكتر، فيها مش عارف حاجات كده، يعني ليفلات ممكن ما تقابلهاش في حياتك في الانترفيوز. الناس تفضل تقول لك ما ده ملوش لازمه وليه بتعمل كده وتضيع حياتك. لا والله لعبه عادي، فاهم؟ وانت في العاب اصلا رياضات ممكن تتعلم فيها حاجات مش هتستخدمها في حياتك اصلا، بس انت ايوه بتعمل فعلا. كده عشان انت عايز تنافس، إن انت عايز حابب تلعب اللعبه. فبس زي اي حاجه انت محتاج عشان تلعبها تفضل تتعلم فيها شويه حاجات، فانت ده اللي انت بتتعلمه عشان تبقى كومبيتيتيف بروجرامر. بالنسبه بقى للكومبيتيتيف بروجرامينج بتقضي فيه قد ايه؟ يعني على حسب والله يعني. على حسب المجهود اللي هتديه، هتزيد مستوى او لا، هتتعلم حاجه جديده، على حسب الايفورت بتديه صح ولا غلط. بس يعني مش لازم تكون مقدم نفسك قربان لحل المشاكل يعني. ايوه فعلا. بس هما ما شاء الله يعني من اشطر الناس، من اشطر المهندسين اللي تلاقيهم وبسمع عنهم بيكونوا في البروبلم سولفنج شاطرين جدا يعني، او في الكومبيتيتيف بروجرامنج عموما. لان مش انت عارف ده عموما بالنسبه عدى للبرمجه، فانت للبرمجه بتعمل ايه؟ انت بتعمل مثلا، انت عايز تعمل بروجكت، فانت البروجكت اللي انت بتعمله ده هو ينطبق عليه نفس الديفينيشن بتاع البروبلم، ان انت عندك شويه تولز انت عارفها، سواء هو مثلا لغه برمجه، فريم ورك، ايا كان اللي انت عارفه، وعايز توصل لاوتبوت معين اللي هو البروجكت اللي بيعمل واحد اتنين تلاتة. فانت عندك بقى ايه؟ عندك بروبلم كبيرة، وكل بروبلم من دول ليها بروبلمز صغيرة، فانت بتفكر ازاي تعمل دوت وتسيرش وتعمل وتركب حاجات.
ايا كان يعني، فانت بتحل بروبلمز، فاهم؟ فانت لو بتتدرب ان انت تحل بروبلمز، سواء انت بتتدرب على حل البروبلمز ده ببروبلمز اللي هي المعروفه، او ان انت بتتدرب على حل البروبلمز بان انت بتحاول تعمل بروجكتس، لان انت برضو لان انت حتى لو بتعرف تحل بروبلمز وقلت لك اعمل بروجكت، فانت محتاج برضو تتعلم شويه حاجات تانية تخص عمل البروجكت، فاهم؟ بس محتاج تتدرب برضو صح. على عمل البروجكت. انت هتروح بس هناك بالمايند سيت بتاعتك، ولو انت بتحل بنفس لغه البرمجه هتروح برضو اخد فايده من لغه البرمجه، لكن لو لغه برمجه مختلفه فانت تروح بدماغك بس، فاهم؟ ده اللي انت مستفيد. المايند سيت بتاعتك ان انت تحل البروبلمز، بس محتاج برضو تدريب، فاهم؟ صح، فعلا كده عرفنا الفرق ما بين الكومبيتيتيف بروجرامينج والبروبلم سولفنج عموما. آه، اول ما بتدخل الكليه بيتقال لك بروبلم سولفنج عشان البيزكس مهم. فايه البيزكس؟ دلوقتي بص انا واحد مثلا ما اعرفش يعني ايه بيزكس، ايه هي البيزكس؟ بص يعني هو بالنسبة للبيزكس فيعني عرفها كذا حد واختلفوا في تعريفها. آه، وناس يعني اكتر مني اكسبيرينس، فانا مش انا اللي هعرف البيزكس يعني. ف آه، انا ميال لرأي دكتور مصطفى سعد، بحب الراجل ده جدا. في البلاي ليست بتاعته بتاعت مش فاكر اسمها بالظبط، اللي هي بتاعت ارشاد الطلبه، او مش عارف لطلابنا في حاسبات ومعلومات، حاجه كده. بيعمل فيها فيديوز. الفيديوز اللي كان عاملها دي كانت للناس بكل مرحلة دراسية، اللي هو من قبل ما تخش الجامعة، طيب في سنة أولى وتانية، في سنة تالتة ورابعة، اتكلم فيها عن البيزكس، صنف فيها 10 مواد أساسية أو 9، وزود عليهم الديسكريت ماثيماتكس، حاجة كده اللي هو إيه، خليها مادة 10. آه، يعني آه، بيكون فيها بشكل متفق عليه الداتا ستراكشرز والالجوريثمز. ونوعا ما الداتا ستراكشرز والالجوريثمز مش هتعرف ان انت تبراكتس عليهم غير، يعني في طرق تبراكتس عليهم، بس عشان تبراكتس عليهم بشكل بيور في الغالب يعني هتكون بتحل بروبلمز، فاهم؟ فهو مش البروبلم سولفينج حاجه من الاساسيات، بس هي حاجه بتبراكتس بيها شيء من الاساسيات. لكن هل لو انت بتعرف تحل بروبلمز وما تعرفش حاجه مثلا عن الاو بي، عن اوبريتنج سيستمز، عن مش عارف النتوركس، انت كده مخلص اساسياتك والدنيا تمام والكلام ده؟ لا. وبرضه في يعني نوعا ما آه، كل حاجه ليها اساسياتها، برضه في اساسيات يعني هتلاقي مثلا الحاجات ديت اساسيات الكمبيوتر ساينس، كواحد بيدرس كمبيوتر ساينس يعني. بس هو انت لما تيجي بقى للسوفت وير انجينيرنج مثلا، هتلاقي في اساسيات للسوفت وير انجينيرنج. لما تيجي للديف اوبس مثلا، هتلاقي في اساسيات للديف اوبس، وهكذا الباك اند في اساسيات للباك اند، وهكذا يعني. هتلاقي نفسك كل حاجه انت داخل فيها في شويه حاجات بيزكس محتاج ان انت تعرفها في الاول عشان تعرف تبني عليها بعدين، وهكذا. فهو يعني مفهوم الاساسيات ممكن تعرفه من حد ليه اكسبيرينس كبيره بسنين كبيره في المجال، او ممكن تعرفه كمان من رود مابس للحاجه ديت، لما تكون معموله من كوميونتي، مثلا حاجه زي فري كود كامب مثلا. انا بتكلم بدي مثال على الحاجات اللي معموله من كوميونتي، يعني هو كوميونتي كده اه. بيتفق عليها، بيحط مواد معينه زي مثلا زي او اس اس يو، اللي هي بتاعت الكمبيوتر ساينس والديتا ساينس. الحاجات دي بيكون يعني الناس اتفقت عليها بشكل او باخر ان الماتيريالز دي او المواد دي محتاجه ان هي تتحط، بحيث ان انت لو درست الحاجات دي هتدرس بيزكس في مجال معين، فاهم؟ فيعني تقدر بسهولة تعرف الحاجات ديت من غير ما تضيع وقت كتير بقى تفضل تسأل كل واحد مش عارف ايه الأساسيات بتاعت كذا، أذاكر ايه مم. بتاع الحوار. احنا بنتكلم ان جنرال يعني مهم. مثلا انا مش عارف انا عاوز اتعلم ديف اوبس ولا باك اند ولا فرونت اند ولا ايا كان المجال اللي عاوز ادخله، بس في حاجه اللي هي مشتركه ما بين ده وده وده، محدش يقدر يختلف عليها. بس يعني ده اللي احنا كنا عاوزين يعني ايه نعرفه من حضرتك أنصح بس. بال أنصح اللي هي البلاي ليست بتاعت دكتور مصطفى. تمام. أعتقد فيها الكلام ديتيلز بشكل كبير يعني، أكبر مما هعرف أتكلم هنا. تمام. آه، انت قلت انك بدأت بروبلم سولفينج مع الاي سي بي سي من اول ما دخلت الكلية، غالبا من سنة اولى، صح؟ يمكن من أجازة نص السنة كده. احكي لنا بقى وصلت ازاي اكسبرت على كود فورسز، وازاي الرحلة بقى بتاعتك من الاول لحد ما وصلت في سنة كام؟
بص هي ووصلت هي في قد ايه وقت وكده؟ هي مم. رحلة مأساوية شوية، لأن أنا ما كنتش مدرك أهمية الموضوع شوية، وبرضه نوعا ما كنتش عارف أمشي إزاي. يعني كان الجايدنس كان ما كانش أحسن حاجة برضه. فيمكن أنا بدأت أحل بروبلمز عادية برضه، إن أنا أخش كونتست من اللي بتتعمل في الكوميونتي، اللي هي الحاجات البيزك البسيطة كده، وبعد كده قمت موقف عادي. كنا بادئين بشركات أسيوط كالعادة. قمت موقف شوية حلوين وفكست الموضوع وكسلت لغاية ما جاء عندنا، كان يعني معيد وشخص من الأعزاء على قلبي دكتور عمرو سلامة. هو ما بيحبش نقول له دكتور، بس هو شاوت عمرو اوت دكتور سلامة. عمرو سلام. هو ما بيحبش نقول له دكتور، فهو باشمهندس عمرو سلامة أو عمرو سلامة عادي. المهم يعني كان هنعمل له منشن فيها دي. خلاص ماشي. تمام. بعدين وكان كوكو برضو، كوكو مجدي، كانوا عملوا حاجة زي تشالنج كده، اللي هو لو خلصت مش عارف نسبة كذا من الشيتات، مش عارف هتاخد جايزة تقريبا، حاجة كانت 95% من الشيتات أو حاجة زي كده، وأنا كنت مخلص حاجة و20 يعني. كانت قدامي 3 أيام ما أوصل ل 95. أنا طبقت ال3 أيام دول، معرفش جبت الشغف ده منين. ما شاء قعدت الله. أحل، عديت تقريبا 92 أو 93%، ما جبتش ال 95، ما خدتش الجايزة، لكن يعني عملت نطة كبيرة الحمد لله. الوقت ده كنا احنا 3 من الدفعة بتاعتي اللي عملنا الحركة دي. كنت أنا وأحمد حسام وهدير، و بالشكل ده يعني. خلاص اتخذنا كده، كان جا وائل أحمد صاحبنا والمنتور بتاعنا من الأول. أخدنا عشان يدربنا كتيم، وبدأنا إن إحنا بقى إيه، خلاص نتدرب إحنا ال3 ننافس بعض بقى، والكلام ده، ونجهز للمسابقة اللي بعدها. ممكن في الحته دي كان جالي احساس كاذب بان انا بقيت خلاص جامد، انا عديت، مع ان انا كنت لسه نيوبي حتى تحت ال1000، يعني انا كنت تقريبا مم. 700 ولا 800 ريتي يعني. بس جالي احساس بقى ان خلاص كده انا عديت، فانا خلاص قفلت الدنيا، عشان يعني بس لان انا في مستوى اجمد ناس موجوده حواليا، فاهم؟ فاللي هو احنا اه فاهم. ال 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 الحته اللي احنا قاعدين فيها كده ضيقه، فاحنا مش شايفين اوسع من كده، هو شايفين إن ده كان بالظبط. اخر الدنيا. فريحت بقى حبه حلوين، كنت بذاكر الجوريزمز جديده ممكن، وكنت بمنتور الناس، وشويه غلطات كده خلتني ضيعت وقت كتير، لغايه مثلا ايه، لغايه سنه تالته لان كنت فقت امتى بقى، فقت لما خدت على وشي في الاسسمنت بتاع الانترنشيب بتاعت مايكروسوفت. كانت بروبلم سولفنج، وكانت كانت تقيله شويه بالنسبه لي. فلما خدت على وشي كده قلت بقى ايه، لا انت بتعمل ايه، انت لازم تفوق ومش عارف ايه كلام شويه جلد الذات ده. بدات بقى ساعتها قلت لا انا هظبط نومي، لا انا مش عارف، انا هتدرب كويس، هخش فيرشوالات وهعمل ابسولف وكده. بما ان انا كنت بذاكر وبحل بروبلمز اصلا عموما اوفلاين، فالحوار ما كانش بالنسبه لي صعب قوي، ما اخدش فتره طويله يعني. مثلا انا فاكر ان انا ظبطت، بدات اظبط تدريبي ونومي والكلام ده اسبوعين بالظبط، وصلت سبيشالست. كانت اول مره اتلون في حياتي هما في الاسبوعين دول. فطلعت عظيم. طلعت بيوبل، وبعد كده طلعت سبيشالست على طول قبل رمضان. و فضلت راكن بقى على السبيشالست، عمال بطلع وانزل واطلع وانزل بتاع سنه كده، لان انا تدريبي مش منتظم، وديت ما كانتش حاجه حلوه، دي من الغلطات اللي ممكن لو هنصح حد يعملها ما يعملش زيي. احنا جايين بده سؤال كمان شويه اصلا. حوار تمام، حلو. الانتظام والتقطع والكلام ده. حلو، ديت بقى هنصح ما حدش يعملها. المهم بقى ان جيت عند في سنه رابعه كده في امتحانات، اعتقد مش فاكر فاينلز ولا ما كانت نص السنه حاجه كده يعني. أم، اعتقد فاينلز في الاواخر خالص. طلعت اكسبرت يعني. كانت الفتره ديت برضو ظبطت تدريبي قبلها شويه وانتظمت حبه حلوين، فالحمد لله لقيت تحسن حلو يعني. وكود فورسز كان معاندني، وصلت تحت الاكسبرت اكتر من مره، لكن ما طلعتش يعني. كنت بقف مثلا على 1 2 5 حاجات كده، لغايه ما الحمد لله جت في ديف 3 وحليت لغايه اف. حليت اف ديت في اخر دقيقه، وكانت حفله وحاجه يعني. كان جو حماسي جدا. ايوه. وبس. هو احساس جميل بصراحه. اه
لا حلوه جدا يعني، ان هي كانت البروبلم كانت مم. صعبه شويه وكانت عجباني. كانت بروبلم دي بي، وحليتها تقريبا في نص ساعه او حاجه زي كده. كنت فاكر ان انا خلاص جبت اخري ومش هحل بروبلمز تانية. ويعني على هو اخويا، لان اخويا برضو اخويا انا بداته المجال، وبعدين هو حاليا ربنا يبارك له يعني هو اكسبرت 1800 وشويه، ما شاء 1850 اعتقد. ما فهو شاء ساعتها بقى الله. اللي لقاني بدات اريح في الكونتست في اخر نص ساعه دي، قال لي لا اقعد وفكر وبتاع وهتعرف تجيبها. فقعدت والحمد لله جبتها فعلا في اخر دقيقه، ولقيت ان هو ايه، بدل ما كنت ازيد زياده حلوه لا بقيت زايد ونطت على الاكسبرت بقى. بس ما شاء دي الله. القصه باختصار بتاعت الاكسبرت. عظيم. آه، جينا للسؤال المشكلة اللي انت وقعت فيها، ازاي بقى تحافظ على الاستمرارية مهم. في الحل وتجنب الإحباط عموما، إن كل يوم بدخل رونج أنسر بقى بمشكلة غير التانية، ف- فاهم، مش عارف أكمل. هقول لك يعني، هو مشكلتي في الاستمراريه ما كانتش بالنسبه للاحباط. يعني بالنسبه للاحباط، احساس الاحباط ده بجد عادي جدا يعني، كده كده هتقابله. وكل ما كنت ببطل تدريب او مثلا بوقف تدريب شويه وبعد كده ارجع تاني، بحس ده دماغي خلاص ما بقتش زي الاول، بس هي فتره انا عارف ان هي فتره. هفضل صابر على نفسي بالشكل اللي انا عليه ده، وافضل احل برضو بروبلمز ما اعرفش احلها، واشوف الاديتوريالز واتعود ان انا اعصر دماغي لغايه ما ارجع لمستوايا تاني، وابدا ان انا ايه، اتدرب واعمل الحوار ده، وافضل ابني على مستواي القديم. الفكره في حته الاحباط ان هو طبيعي. انت كل اللي عايز تعمله ان انت تتجاهل ان في احباط موجود وتتراست ذا بروسيس. انت بتتدرب مش عشان تحس احساس كويس وانت بتتدرب. هي عمليه التدريب اصلا ممله جدا ومحبطه جدا ورخمه، وبتقعد قدام بروبلم مش عارف تحلها ولا عارف تبداها منين ولا عارف تفكر مفيش فيها. أي دوافع استمرار خالص. بس انت بجد لازم تتدرب عشان انت لازم تتدرب مش اكتر يعني. ده لو انت عندك جول يعني. فهو ممكن الفترات اللي كنت بنتظم فيها، يعني الفترات دي كانت احسن فترات بالنسبه لي من ناحيه الاوتكم يعني. كان بيبقى فيه جول معين، في حاجه حاططها قدامي كده، انا بنام واصحى عشان اعمل حاجه معينه. حتى الفتره دي حتى لو دخل فيها امتحانات، فانا كنت الفتره دي ظبطت نومي. معنى ظبطت نومي يعني اللي هو خلاص هي جت الساعه 10 10 ونص، انا لازم اكون نايم، لان انا هصحى الفجر ان شاء الله عشان الحق اتدرب الخمس ساعات بتوعي ولا الست ساعات قبل ما انزل اسافر الامتحان يعني. عشان انا عارف نفسي هسافر الامتحان وهرجع هلاقي نفسي همدان وخلاص عايز وعاوز أنام. هقضي اليوم على السرير حتى لو ما نمتش يعني. فالحوار مربوط اكتر بجول اعتقد، يعني من وجهة نظري مربوط اكتر بجول. و... والجول يعني مش مجرد جول بس، انت محتاج برضه ان انت تلتزم غصب عنك، لان انت لازم تلتزم ولان انت عارف ان انت محتاج تحل. سواء بقى الحل دوت ممتع الحل مش ممتع، اللي هيبقى ممتع في الاخر النتيجة اللي هتوصل لها ان شاء الله يعني. صح. بالنسبة انت اتدربت صح والتزمت كويس، هتوصل في الاول وفي الاخر بجد يعني. هو ما حدش يحاول يقنعني ان انا مش هوصل مثلا لمستوى متوسط يعني. الاكسبرت ده مش مستوى عالي يعني بالنسبه للكومبيتيتيف بروجرامرز، اكسبرت ده مش مستوى عالي. فهو ان انت توصل اكسبرت هو محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان انت تتدرب فاهم؟ اتدرب والتزم يعني. بس ان انت بقى تفضل تتدرب شويه وبعد كده تبطل شويه وبعد كده تتدرب شويه وكم شهر وكم شهر وكم شهر، تلاقي نفسك عمال تعمل كده، ومش هتوصل لحاجه عاليه للدرجه يعني. انما عشان توصل حتى لفوق المتوسط وتبقى احسن من معظم الناس اللي حواليك، انت محتاج بس ان انت تتدرب. لا هي عايزه عبقريه، ولا هي عايزه ان انت تكون مستمتع وانت بتحل، ولا هي عايزه ان انت تكون مش عارف كنت بدأت برمجه وانت في ابتدائي، ولا الكلام ده يعني. الموضوع ابسط من كده. تمام. هل أنت شايف إن شيء صح إن أنا مثلا بحل كل يوم مسائل، بس أنا شخص مش عاوز مثلا أنضم ل ECBC الكوميونتي ده، أنا بحل لنفسي مع نفسي كده عشان لما أقدم في شركة، يعني مش واخد الموضوع تنافسي قوي. هل أنت شايف إن ده شيء غلط، وده شيء بيخليه ساعات إن هو يعني ما يحلش كل يوم؟ فهو عشان ما فيش حاجة بتلزمه مش بيحل كل يوم، ممكن يوم لأ، أسبوع لأ. ف مهم. تنصح بايه؟ لا عادي، هو مش غلط بجد يعني. الكومبيتيتيف بروجرامينج زي ما قلنا هو لعبه فاهم، بجد انا بشوف من عندي لعبه. هو بالنسبه لك هل هو مش مفيد؟ لا هو مفيد جدا بصراحه. الكومبيتيتيف بروجرامينج حاجه مفيده من ناحيه ان هي هتخليك بروبلم سولفر اشطر. هو هيحطك في فعلا.
ليفل اعلى من الحل، وليفل اعلى من المذاكره، وليفل اعلى من حاجات كتير. فهيخليك بروبلم سولفر اشطر من اللي بيحل بس بروبلمز لغرض ان هو يحل بروبلمز في الليفلات العاديه اللي هي في الغالب ليد كود ستايل، اللي هو بيتقال عليها ليد كود ستايل دايما، اللي هي البروبلمز اللي بتيجي في الانترفيوز. فطبعا هي بتكون الكومبلكسيتي بتاعتها اقل كتير من الكومبيتيتيف بروجرامينج بروبلمز، فمش بتكون بنفس الليفل. لكن هي مش الطريق الوحيد ومش الطريق اللي لازم خالص. لو انت مش بتستمتع بان انت تكمبيت، مش لازم تكمبيت، بس مش اكتر يعني. انا عن نفسي مثلا ان هو ناس كذا حد مثلا كان يسالني فاقول له الحته دي، فيقول لي طب انت بتكمبيت ليه؟ عشان انا حابب اكمبيت بس خلاص يعني، فاهم؟ مش ايوه لازم تعمل زيي يعني. بس مش هاجي اقول لك عشان هي مش لازمه فهي مش مفيده، لا هي فادتني وهي مفيده عموما، لكن مش لازم تعملها. تقدر توصل للتارجت بتاعك، لو انت التارجت بتاعك او الجول بتاعك الانترفيوز، فتقدر توصل لان انت تعدي الانترفيوز ان شاء الله بان انت تتدرب عادي مع نفسك. هي الفكره بس هي حته ايه، ان هو الكوميونتي بيدي لك شويه حاجات. الكومبيتيتيف بروجرامينج زي ما احنا قلنا الليفل الاعلى والكلام الجميل ده، وحاجه تانية ان انت بتلاقي هناك منتورز وناس شاطره تقدر ان هي تنهنس العمليه بتاعت التعليم بتاعك او بتاعت التدريب. بتزقك شويه، بتسال فحد بيقول لك على حاجات انت ما كنتش هتعرفها لوحدك. حتى لو حليت البروبلم، انت ممكن تحل البروبلم بس انت ما استفدتش منها كل الاستفاده. حد هيقول لك على فكره كانت مستخبيه، حاجه كان ممكن تستفيدها، حاجه كان ممكن تختصر فيها الامبلمنتيشن، ممكن ما تضيعش وقت في كذا. ايه ده كان في توبيك بيعمل كذا اللي انت حاولت تعمله كده بشكل زي ما بنقول مش عارف، مش عايز اقول بشكل كده لا اقول ورك عادي. اراوند او كده او تلزيق او ايا كان. آه. فتلاقي ان انت حد بقى بيقول لك الحوار ده او حد بيرشدك شويه وبيساعدك، فدوت اكيد بيزق. غير برضو ان انت لما بتكون داخل في تدريب بتلاقي ناس حواليك، فانت لو عرفت توفر الحاجات دي معاك بره جو الكومبيتيتيف بروجرامينج، هتدي لك الريزلت اللي انت عايزها وتوصل للجول اللي انت عايزه، ومش لازم تكمبيت خالص. عظيم. آه، ممكن تقول لي ازاي كنت بتوازن بين الكلية والبي اس والتكنولوجي؟ السؤال ده ما كنتش عايز اوصل له يعني، لان ايه، بص بصراحه يعني بصراحه انا ما كنتش مهتم بالكليه خالص. ما كنتش بهتم بالكليه. بص مش يعني عشان ما حدش يعمل زي في المطلق يعني والحوار ده تيجي عليه. او احنا عندنا الكليه بس الطبيعه بتاعتها ان هي ما كانتش محتاجه مذاكره كتير عشان تعرف ان انت تعدي. يعني الحمد لله الدنيا كانت متيسره، بس لدرجه ان انا اقدر ان انا افكس الكليه خالص. ممكن افوق مثلا على حته العملي، احنا كده جروب ونخلص حاجه العملي ونمشي من الاسبوع ده. ومثلا وقت الفاينل يعني كنت وصلت لدرجه اكستريم شويه، الحمد لله ان انا عديت يعني. فانا كنت بذاكر في المواصلات. آه، وبس الحمد لله. هو بس عشان ايه محدش برضه يشوف دوت فيقول لا واقع خالص وبتاع، لا أنا الحمد لله يعني آه. متخرج بجيد جدا في الاخر يعني، فاهم، ان شاء 79% الله. من ان شاء الله. يعني الحوار. بس عشان قلت لك الظروف دنيا الكليه كانت مساعده، وبرضه مش غش عشان محدش يقول لي لا ده كنت بتغش بقى، فاهم، ما تذاكرش وتغش. لا كانت بس عشان ايه، طبيعه الامتحانات وطبيعه المواد عندنا والدكاتره وهكذا كانت مساعده مش اكتر. في ناس عندها الدنيا ديت بتكون ضغطه جدا لدرجه ان هو ما يقدرش يعمل كده. انا ما اقدرش افيده بصراحه لان انا ما مريتش بالاكسبيرينس. بالنسبة لمذاكرة التكنولوجي فأنا يعني برضو كنت فاكس التكنولوجي خالص لغاية مثلا الانترنشيب اللي أخدتها في سنة ثالثة، كانت بيلد اي اي. وأعتقد ناس كتير من الكومبيتيتيف بروجرامينج جويند الانترنشيب دي. آم، ساعتها بقى بدأت أتعرض للتكنولوجي بشكل أكبر يعني، اللي هو كنت آخري مثلا شوية HTML صغيرين كده. بدأت زي الناس في المادة اللي هي بتاعت الويب في الكلية، HTML صغيرين على شويه CSS على كده جافا سكريبت بعمل فيها بس فورم فاليديشن وحاجات كده. لما دخلت بقى الانترنشيب كنا بدأنا نذاكر الفرونت اند فتره فتره صغيره مش كبيره. عدينا فيها على HTML و CSS جافا سكريبت عملنا بيهم بروجكت، وبعد كده موفد لان احنا نتعلم رياكت، عملنا بيها بروجكت برضو. وبعد كده موفد ان احنا نتعلم باك اند. كانت اول مره اتعرض للباك اند او اتخيل شكل الباك اند اصلا عامل ازاي. اتعلمنا بايثون ياه. وجانجو. بدات ساعتها هي فتره الانترنشيب دي. وبعد كده فكست تاني تكنولوجي لغايه سنه رابعه. اشتغلت كجزء من تيم الباك. اشتغلت برضو بايثون وجانجو. كنا احنا اللي اشتغلنا بنفس الستاك.
وبعدين بقى بدات ان انا افوكس اكتر بقى شويه على التراك اللي انا دخلته، يعني اللي هو اصلا حاليا برضو شغال فول ستاك. فانا بدات افوكس شويه على فرونت اند، وبعد كده ارجع افوكس على باك اند، وبعد كده ارجع افوكس على فرونت اند، وهكذا يعني. بس قصدي ان هو حوار التكنولوجي جه معايا بشكل متاخر، مش احسن حاجه بصراحه، لان هو برضو الدكتور مصطفى سعد منشن الحوار دوت في السلسله اللي هي البلاي ليست اللي قلت عليها. ف انا ما كنتش اكتر حد محقق التوازن ما بين الحاجات دي، ودي ما كانتش احسن حاجه. لكن يعني الحمد لله الدنيا مشت بشكل كويس، يعني الظروف كانت متيسره للحاجه دي. عظيم. طيب انت قلت انك اخدت انترنشيب وانت طالب في سنة ثالثة، مهم. ولما اشتغلت برضو، فقول لنا ازاي اتسألت في البروبلم سولفينج، او ازاي البروبلم سولفينج ساعدك انك تعدي في الانترفيو بتاع الانترنشيب والانترفيو بتاع الشغل عموما. بص، هي حاجه تانية من الحاجات اللي هي كانت متوفره في الظروف يعني. هي حته ان الانترنشيب ما كانش فيها انترفيوز، هي كانت الدخول ليها بكونتست اصلا، فاهم؟ فهي كانت جايه على الحاجه اللي انا بفوكس عليها وسايب الباقي يعني. هي كانت جايه كونتست وهياخدوا منها توب كذا، فده اللي خلاني اجوين يعني. لان هو كانوا واخدين ناس معتبرين ان هم ما عندهمش اي باك جراوند خالص من ناحيه التكنولوجي، وبدات ساعتها اتعلم. بالنسبه بقى للانترفيوز بتاعت عظيم. الشغل في الاخر يعني، فهي الانترفيوز بتاعت الشغل اغرب يعني اغلب الحاجات اللي انا قابلتها كانت فعلا بروبلم سولفينج، بس في مستوى مش محتاج كومبيتيتيف بروجرامينج خالص. هو الكمبيوتر بروجرامينج زي ما بقول لك بيخليك بس تحل الحاجات ديت بشكل اسهل شويه. لكن يعني اعتقد هو الانترفيوز اللي دخلتها كلها منهم انترفيو واحد بس اللي ما اتسالتش فيه بروبلمز او حاجه زي كده. بس الباقيين كلهم مثلا في حدود مثلا اكتر من 10 انترفيوز كانوا كلهم بروبلم سولفينج يعني. يعني الحمد لله ان انا عديتهم كلهم، مفيش حد فيهم فيلت فيه او ما شاء الله. او كده. آه، فبس ده كان دور البروبلم سولفينج. ده كان مثلا الكومبيتيتيف بروجرامينج كانت حاجه من الحاجات اللي مساعداني الحمد لله ان انا ما احضرش الانترفيوز بتاعت البروبلم سولفينج خالص. صح. كان في حاجات تانية فيها طبعا او بي، فيها سوليد برنسبلز، فيها مش عارف ديزاين باترنز، فيها حاجات فيها يعني عموما سوفت وير انجينيرنج، باك اند فرونت اند مش عارف ايه. الحاجات ديت محتاجه مذاكره اكيد، بس بتكلم ان هو ايه بيشيل من عليك اللود بتاع تحضير ارخم حاجه تقريبا فيهم، هو ايه ايوه فعلا. ان انت تحل بروبلمز، لان ديت اكتر حاجه من وجهة نظري يعني بتاخد وقت عشان انت تاكواير السكيل دي، بتاخد وقت وتدريب ومجهود وهكذا. فانا بحس ان هي ممكن تكون ارخم حاجه. فالتركيز على السكيل ديت عموما يعني على الاقل خالص، يعني لو انت هتاخد سكيل واحده هتركز عليها تكون هي دي، والباقي يعني محتاج مجهود بس. يعني انا شايف ان هو مجهود اقل عشان ايه الحوار ده بيعمل نزاعات كتير. ايوه فعلا. خلينا نتكلم عن حد لسه داخل الكلية ولقى إن كل الناس بتحل بسي بلس بلس، وهو نفسه يحل بلغات تانية، ولقى إن الناس أغلبهم بيقولوا سي بلس بلس. هل في سر ورا ده؟ إن سي بلس بلس مثلا فيها حاجة مميزة؟ بص هقول لك يعني بالنسبه للكومبيتيتيف بروجرامينج ولا البروبلم سولفينج. البروبلم سولف. البروبلم سولفينج ان جنرال عادي، يس. وتقدر تحل باللغه اللي انت عايزها. تحل باللغه اللي انت عايز تتعلمها عادي، مفيش مشكله. بس هيبقى في مشكله قدامك شويه، ان هو جزء من اختيار السي بلس بلس بالنسبه للناس هو ان معظم الكوميونتي بيحل بالسي بلس بلس. يعني انت مش بتقول ليه الكوميونتي بيحل بالسي بلس بلس، لا هو الكوميونتي بيحل بالسي بلس بلس عشان معظم الكوميونتي بيحل بالسي بلس بلس. فده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي معظم الاديتوريالز اللي مكتوبه تكون مكتوبه بسي بلس بلس. عندك مثلا هتلاقي اشهر 3 لغات اكيد بتقابلهم على طول، بايثون وجافا وسي بلس بلس، تمام. بس ساعات كتير بايثون ما بتكونش موجوده، وساعات كتير برضو جافا ما بتكونش موجوده. لو انت هتلاقي لغه فيهم في الاغلب هتكون سي بلس بلس. فانت لو بتحل مثلا قول بجافا سكريبت، بروبي، بحاجه لغه رابعه خالص، بجافا مثلا، بايثون، في اوقات مش هتلاقي مثلا حلول كتير تكون متنوعه من ناحيه اللغه اللي انت بتحل بيها. فممكن ده يخلي عندك شويه صعوبه، ولا هو ايه ده؟ طب ما الحل كويس بس مشكلتي بس ان انا مش بعرف
سي بلس بلس قوي، فاهم؟ فعموما يعني بشوف ان السي بلس بلس حتى لو يعني ايه، على نطاق ان انت تكون بتعرف تترجم الكود بتاعها يعني، فاهم؟ شيء مفيد بالنسبه لان انت تعرف تتعلم من بروبلمز. فالداتا ستراكشرز والالجوريثمز برضو معظمها بي جيت امبلمنتد بسي بلس بلس. ليه؟ هو انا مش هتكلم على ليه ناحيه الكومبيتيتيف بروجرامينج. السي بلس بلس سريعه، بس يعني مش اهم حاجه بالنسبه للبروبلم سولفنج يعني ان هي تكون سريعه. لكن في حاجه باورفul جدا ومميزه جدا في سي بلس بلس، هي حته الاس تي الز، الستاندرد تمبلت لايبرري بتاعتها. بتوفر لك شويه داتا ستراكشرز جميله جدا implemented باي ديفولت، تقدر ان انت تستخدمها وتسرع عليك الشغل يعني، بدل ما انت تعمل ورك اراوند عشان تعرف تستخدمها او تعرف تمبلمنتها بنفسك. فدي حاجه من الحاجات مثلا. لكن اهم حاجه انا شايفها من ناحيه البروبلم سولفنج يعني الحته اللي انا قلتها عليها، اللي هي بتاعت الاديتوريالز وبتاعت ان انت تفهم الحاجه. في في تعبير جميل قوي كان باشمهندس احمد متولي، اعتقد ناس كتير عارفاه، كان بيقول لك ان انت محتاج على الاقل اللغات الاساسيه ديت يكون عندك محو اميه فيها، اللي هو انت على الاقل تعرف لما تيجي تقراها يعني تعرف تفهم الكود. فده اللي انا بقول عليه بالنسبه للسي بلس بلس يكون مهم. بالنسبه لجافا وبايثون برضه، يعني ممكن اللغات التانية ما تكونش مشهوره قوي في الحل، بس دول محو الاميه فيهم بيساعد جدا. عظيم. آه، دلوقتي في مشكلة بتواجهنا كتير، وهي إن المسألة نفسها لما باجي أحلها ما بعرفش أحلها، وتبدأ بقى مشكلة اللي هو هتفكر في المسألة قد إيه وقت، عدى ساعة وبفكر ولسه ما فيش حل، عدى ساعة بفكر ولقيت حل بس طلع غلط. فاللي هو أقعد وقت قد إيه وبعد كده أشوف الحل بتاع المسألة أصلا لو معرفتهاش، ولا ما أشوفهاش، يعني أخليها لوقت تاني. هو الحوار ده يعني ما فيهوش صح وغلط بصراحه، يعني ما فيهوش صح وغلط خالص. في حاجه معروفه بين الناس او متعارف عليها مثلا بين اللي هو هتسمع كتير، فكر في المسألة نص ساعة، لو ما كانش روح شوف الحل. بس يعني هو ما فيهوش صح وغلط قوي. في لينك كده ممكن ابقى ابعته لك تحطه مع تمام. التسجيل يعني، عن يعني هي حاجة زي بلوج كاتب فيها ناس كتير مجاوبين السؤال ده، ناس كتير من اللي هم ايه competitive programmers اصلا، اللي هم ريد كودرز ومستوياتهم عالية يعني، بيتكلموا عن الحوار ده. واللي اتفقوا عليه ان هم مش متفقين يعني، فاهم؟ كل واحد ليه طريقته. في اللي بيبص وقت ما يزهق، في اللي بيبص مش عارف بعد حاجة معينة، في اللي ما بيبصش خالص على الحلول. كل حاجة من دي ليها برضو ايه، ليها وجهة نظر يعني. برضو ليها فيديو تجربة في فيديو. تجربتك أنت كانت إيه طيب؟ انا بالنسبه لي انا بحب ان انا ما اديش وقت كتير قوي للبروبلم غير اوقات واوقات يعني. مثلا انا كنت بميكس ما بين الحاجات دي. هو مش لازم بنفس المقادير اللي انا بحطها لنفسي يعني، لان انا كنت اه. بحط مثلا يوم اسبوعي، اليوم ده انا هحل فيه بروبلم صعبه ومش هبص على حل، هفضل في البروبلم لغايه ما دماغي تجيبها. في باقي فترة تدريبي كنت بحل ان هو انا بقعد مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع على حسب صعوبة المسألة، احل البروبلم. وبعد كده لو ما عرفتش اوصل لحاجه بشوف الحل وبشوف حلول الناس وخلاص، اكمل الوقت بتاعي ان انا ايه بحاول افهم الحلول واعرف انا فين الحته اللي ما عرفتش اجيبها. بالنسبه لو انا بتعلم بقى توبيك جديد، فانا كنت بحط وقت مختلف يعني. لو انا مثلا انا عمري ما عرفت قبل كده باينري سيرش، تمام؟ وجيت احل بروبلم باينري سيرش، ذاكرت باينري سيرش يعني، وداخل مثلا على شيت باينري سيرش وهبدا احل بقى. انا ما عنديش اي فكره ازاي استخدم الباينري سيرش في البروبلمز يعني، ما شفتش غير مثالين حرفيا وانا بذاكر ولا حاجه، وفهمت الفكره كويس. بس انا لسه لغايه دلوقتي ما عنديش اي افكار ازاي اتويك الالجوريثم ده عشان اعرف اطلع بيه الحل، ازاي اطلع الرينج، ازاي الحاجات دي بتيجي من البروبلمز وبتيجي من المواقف. فانا بالنسبه لي بقوم مدي مثلا ربع ساعة بس مش أكتر. لما أكون داخل على توبيك جديد عظيم. بدي 10 دقايق لربع ساعة، لو أنا عارف أفكر وأفضل أعك شوية بالتوبيك اللي أنا لسه متعلمه لغاية ما أغلب خالص، وبعد كده أبص. عشان أنا دلوقتي يعني مش قوي بحاول أحل بحاجة أنا عارفها، قد ما أنا بحاول أحل وأفكر شوية،
وفي نفس الوقت بحاول اخد نولج جديده. فانا بحاول اسرع عمليه ان انا اقابل افكار واقابل مواقف جديده، فاخد نولج جديد. يعني دي كانت حاجه، رايي الشخصي، وكان طريقه تدريبي يعني، وهي جابت باذن نتيجه الله تنفع مع ناس، باذن الله بقول لك تنفع مع ناس يعني. ان شاء الله. آه الشباب بتسال ازاي توصل من نيوبي لبيوبل. مم. طيب بص، بالنسبه للنيوبي لبيوبل، فانت يعني بص، لو انت نيوبي ولسه ما وصلتش بيوبل، فانت لسه بادئ غالبا، او بادئ بقالك حبه وبتتدرب غلط، يعني بتتدرب مثلا على فترات او ايا كان. لان حرفيا الحاجه اللي بتوصلك لغايه بيوبل ان انت تحل بروبلمز بس، مش محتاج اي بقى الجوريزمز، مش محتاج تذاكر حاجه، مش محتاج تعرف اي حاجه غير ان انت تعرف تحل بروبلمز. يعني لو تعرف تحل اي وبي مثلا في ديف 2 جوه الكونتست بسرعه، بسرعه نسبيه يعني، بسرعه بالنسبه للليفل ده. يعني مش بتكلم بسرعه ان انت تحلهم في 10 دقائق يعني، اللي هو لا، بسرعه ان هو ممكن يكون ساعتها بالنسبه للليفل ده نص ساعه. دي بسرعه لو بتعرف تحل في الرينج ده، في الغالب انت هتطلع بيبل. هتضرب معاك في مره وتطلع بيبل عادي، وهتضرب معاك اكتر من مره وتطلع بيبل. هتيجي مثلا في ديف 3 لو بتعرف تحل اعتقد مثلا اي بي سي ولا حاجه بشكل مثلا سرعه برضو نسبيه، هتلاقي ان انت تعرف تطلع بيبل. لو بتعرف تحل في ديف 4 اعتقد لغايه اي مثلا ولا لغايه تي، اللي هي حاجات اصلا في الاغلب بجد مش هتلاقي فيها توبكس. لو فيها توبكس فانت امسك دلوقتي، امسك ديف 4، آه، حلها لغايه ما تقدر. يعني انا لو معايا حد بيبدا لسه من الاول بقول له كده: عايز تعلي ريتك دلوقتي حاليا، ما تذاكرش حاجه، انا مش عايزك تذاكر حاجه، هات ديف 4 وحلها من الاول لغايه ما تعرف تحل. اعمل ابسولف وشوف الافكار. شوف الافكار، لو في توبيك مثلا ظهر بشكل بسيط هتبقى انت قابلته في البروبلمز اللي بتظهر حاليا فعلا. بالنسبه للديف 3 اعمل معاها نفس الحوار برضو. مش يعني مش عارف يعني، ممكن مثلا الشيت بتاع دكتور مصطفى اي او بي يكون كفايه برضو. وديف 3 و 4 بالنسبه للتدريب، كتدريب على الحاجات دي تفضل تحل وتابسولف وتخش فيرتشوال، بحيث ان انت تتعرض كتير لان انت تتحط جوه المواقف دي، وتخش برضو لايف لو موجود لايف. ما فيهاش سحر يعني، اللي هو نيوبي لبيبل حرفيا حركه حاليا سهله. بس هي محتاجه شويه حل فعلا، حل كتير وتعرض لبروبلمز كتير وتعلم من حلول الغير، وبس الحوار ده هيسرع معاك الدنيا جدا. في حاجه تانية بالنسبه برضو لان انت توصل سبيشالست، على فكره ان انت توصل سبيشالست ديت مش يعني ما بقتش صعبه زي مثلا قبل كده، لان بقى في ديف 4 كتير. فالديف 4 بتبقى اسهل من ديف 3، فبتخلي الناس تعمل performance اعلى، فبتعرف ان هي تطلع سبيشالست اكتر. فعادي يعني، هو برضه لغايه سبيشالست برضه هتلاقي نفسك ان انت غالبا مش محتاج توبكس بشكل كبير خالص. ممكن يكون حاجات بسيطه وممكن تطلع من غير توبكس خالص، من غير ما تكون مذاكر حاجه، بس تكون بتعرف تحل برضه بروبلمز كتير وبتحلها اسرع. يعني لو بتحل نفس البروبلمز اللي فاتت ديت بس اسرع، غالبا هتعمل performance سبيشالست اكتر من مره وهتطلع عادي. بس عظيم. ممكن تدينا شويه نصايح للشباب الاي سي بي سي؟ نصايح لشباب الاي سي بي سي. بصراحة بالنسبة للمسابقة يعني، أه مش عارف يعني. ممكن اقول لك لو انت لسه بادئ مثلا، حاول تشتغل طول السيزون برضه على مستواك الفردي بشكل اكبر. ما تحاولش تعتمد على الناس اللي داخله معاك يعني. ممكن المايند سيت اللي كانت مفيده بالنسبه لي في فتره، هي حته ان هو انا بتدرب السنه دي كاني طالع تيم لوحدي. آه، يعني بالنسبه للتدريب الفردي، يعني انا عايز ازود فعلا نولج، وعايز ازود مستوايا لدرجه ان انا هطلع احل لوحدي، فاهم؟ كأن انا هطلع ما حدش تاني هيشيل من عليا حاجه، ما افضلش حاطط في دماغي الكلام ده. والجزء التاني اللي هو لما تيجوا تخشوا بقى مع بعض، خشوا كونتستات كتير برضه مع بعض، وحاولوا تتعودوا ان انتوا تحلوا سوا. انتوا مش ثلاثه كل واحد بيحل لوحده، لا، انتوا ثلاثه. السلاح الباورفول معاكم اللي هو يفرق عن حل كل واحد لوحده، مش حته ان انتوا تحلوا ان باراليل، اللي هو انا ماسك بروبلم وحد ماسك بروبلم وحد تالت ماسك بروبلم. دي بتبقى جزء في الكونتست. الجزء الباقي هي حته ان انت تعرف ازاي تكوميونيكيت مع الناس، وتعرف
ان انت تكسبلين الافكار بتاعتك بشكل كويس، ان انت تعرف توصل للي قدامك انت بتفكر في ايه، وتعرف تفكر يعني نسبيا بشكل سهل للي قدامك، لان هو يفهمك ويعرف يبني على الحل بتاعك. وحاول تكون انت برضو الشخص اللي بيعرف يفهم اللي قدامه ويبني على الحل بتاعه. يعني دي من اكتر البوينتس اللي ممكن تساعد الناس، وبشوف ان هي بتعمل مشاكل. يعني ان هو الناس بتحل فردي، او مثلا يكونوا ثلاثة داخلين مع بعض وحد فيهم ولا اتنين مثلا بيقفلوا المايك ويروحوا يحلوا مع نفسهم لغاية ما يجيبوا البروبلم اكسبتد، ويقول لك انا كده بحل وشغال في التيم وشايل التيم وبتاع. لا، هو يعني احنا داخلين ثلاثة، مش داخلين بننافس بعض، احنا تمام. داخلين ثلاثة الجول بتاعنا واحد. وحتى لو انت جامد فردي، فلا، انتوا ثلاثة اجمد وانتوا بتحلوا مع بعض، او انتوا بتساعدوا بعض يعني وبتشيلوا بعض. ف يعني ممكن شوية تمام. في كمان شوية برضو بتسأل نصايح يعني امتى تبطل كويسة بالنسبة تركز قوي للناس، عن بس اعتقد على بالنسبة البي لحد اس، لسه بيبدأ ويعني او تقل لسه شوية من البي اس متوسط، اكتر وتركز حاجات في ممكن تفيد. مذاكرة التكنولوجي اكتر. بص يعني البروبلم سولفينج حاجة حاول تخليها ماشيه معاك ان بارallel على طول. يعني ما تجيش في وقت وتقول انا كده كفايه بقى هبطل بروبلم سولف، مستواك هيقل، فاهم؟ هتيجي هتلاقي مستواك هيقل، وهتلاقي نفسك بتبدا من اول وجديد تاني. اللي هو حاجه ما تقطعهاش، ليه تقطعها؟ انت عندك يعني ربنا رزقنا ب 24 ساعه في اليوم، وحتى قبل 24 ساعه لو مش مكفيينك وبتعمل حاجات كتير. ربنا رزقنا بسبع ايام في الاسبوع، تقدر تخصص حتى ايام لو انت عايز تقلل الفوكس بتاعك على البروبلم سولفينج. تقدر ان انت تقسم تعمل جدول اسبوعي يعني. الجدول الاسبوعي من اكتر الحاجات اللي كانت بتفيدني. بس بصراحه الجداول الاسبوعيه ان انا اخصص ايام معينه في الاسبوع بس اللي هذاكر فيها كذا وهشتغل فيها على كذا، المشترك ما بينها ان انا كنت بخلي البروبلم سولفينج كل يوم. ما كنتش بخليها ايام وايام يعني. ممكن تخلي مواد مثلا لو انا بذاكر مواد معينه، او انا بشتغل على بروجكتس معينه، او انا بعمل ايا كان، فكنت ساعتها مثلا اخلي الايام ديت لكذا والايام ديت لكذا والايام ديت لكذا وكده. بس البروبلم سولفينج كل يوم ما مش هتخسر معاك لو انت حليت بروبلم مثلا كل يوم. عادي، خد مثلا ساعه، خد نص ساعه بتحل كل يوم بروبلم. بتتعلم من الحلول وبتقابل فكره جديده. حتى لو انت مش فاضي النهارده حل البروبلم، لو مش فاضي بص على الحل بتاعها، اقرأ البروبلم وافهمها كويس وبص على الحل بتاعها وشوف الناس حلها ازاي. هياخد منك وقت اقل، وفي الاغلب انت هتكون اتعرضت للفكرة وعرفت اكتسبت النولج، فاهم؟ لو انت مش فاضي خالص فعلا يعني، مش ما تقدرش تشتغل نفسك، لان دي حركة من ايوه. الحاجات اللي هي الناس بتعملها. بيمثل ان هو بيحل لفترة معينة، مثلا لو انا قلت له نص ساعة، يمثل ان هو بيحل نص ساعة، يفضل عمال بيرسم بالقلم وبيعمل مش عارف كذا وقاعد فاضي. بعد كده بعد نص ساعة يروح يشوف الحل. فهو التدريب بتاعه عبارة عن ايه؟ عن ان هو بيفضل نص ساعة فاضي، وبعد كده بيشوف حل البروبلم، يعمل له سبميت، يجيب الاكسبتد، يخش على بروبلم تانية يعمل فيها نفس الحوار، يقعد نص ساعة فاضي، وهكذا. لا، ما تشتغلش نفسك. لو بتشتغل نفسك مستواك مش هيزيد، وهتقول لي انا بتدرب وبحل بروبلمز كتير ومستواي مش بيعلى. بس بتكلم ان هو يعني بالنسبة لي، لو انا في يوم فعلا فعلا. فعلا فعلا انا مش هقدر اتدرب النهارده، على الاقل بشوف بروبلم وبقراها وبقرا الحل بتاعها. على الاقل يعني بزيد حاجه، فاهم؟ اللي هو احسن من ما فيش. يعني ما فيش، انت ما تعرضتش النهارده لحاجه، ما كسبتش موقف جديد ولا اي حاجه. فيعني ايه، حاول تدي البالانس دوت ان هي تمشي معاك على طول. ممكن يكون الفوكس اكتر في اول مثلا اول سنتين اول 3 سنين. غير كده يعني مش هقول ان هو ما تهتمش بالسكيل. يعني انا من الناس اللي هي انصار ان انت تهتم بالسكيل الى ما لا نهايه. لكن ممكن ساعتها بقى هيخش معاك اهتمامات تانية يعني، وفي أولويات تانية اللي هو ما بتخش. تقطعش وخلاص كده، فممكن اللي لو انت هو كنت بتدي مثلا اكس ساعة تبقى اكس على الاتنين مثلا ولا حاجة، او اكس ماينس حاجة بس. بص، بالنسبة للشغل الريموت انا ما اعرفش بصراحة هل الشغل الريموت بيفرق عن الشغل العادي ولا لا. بس انت هتحتاج تذاكر. بس انت شايف الحاجات في جوب ريكويرمنتس لكل شركه مثلا بتنزل جوب معينه، فيها جوب ديسكريبشن وفيها جوب ريكويرمنتس، او فيها مينيمم كواليفيكيشنز وفيها بريفيرد كواليفيكيشنز او فيها كواليفيكيشنز بس.
الفكرة ان هو عشان يشغلك انت مش هتذاكر حاجة السحرية اللي هو هيشوفها يقول لك ايه ده واو تعالى ما اشغلك. لا، هو محتاج شوية حاجات، لو توفرت فيك الحاجات ديت وانت كويس هتعرف ان انت تشتغل. بس فانت هتحاول مثلا انت بتفوكس على حاجة معينة وبتارجت حاجة معينة. دلوقتي انت عايز تشتغل كسوفت وير انجينير مثلا في دومين معين ولا ايا كان، فبتشوف معظم الناس، تعالى سيرش بقى كده على الجوبس، شوف الريكويرمنتس بتاعتهم ايه، ديت عندي دي مش عندي، دي عندي دي مش عندي، دي مش عارف كذا. هتفضل مع 3 4 5 6 جوبس كده. اول ما تجمع شوية حاجات محترمة كده مش عندك، هتفضل تدي لهم priorities برضو وتعمل لهم رود ماب. الحاجات ديت هتكون بتذاكرها عشان المرة الجاية لما تقابل جوب تلاقي لا ديت بقى بقت عندي ودي بقت عندي، فهتلاقي في حاجات جديدة ناقصاك دي مش عندي، بس بتقدم على الجوبس يعني. بس الحاجات دي بتبقى معتمده على حاجات كتير يعني. انا قدمت على جوبس كتير من ساعه ما اتخرجت، تقريبا مثلا فوق ال 120 جوب قدمت عليهم، لان قعدت شهور بقدم يعني. الحوار مش في الاخر برضه ان انت كواليفايد فاي شركه تقدم عليها تقول لك ايه ده واو ايه البروفايل الجميل ده ايه السي في العظيم ده تعالى اشتغل. لا يعني الحوار بيبقى برضه تحتاج ان انت ده برضه تدي فيه مجهود شويه وبس يعني. هو الحوار رزق في الاول في الاخر، فانت بتعمل اللي عليك ان انت بس بتحاول ان انت تميت الكواليفيكيشنز دي، وان انت تكون حد احسن وعمال بتملى الجابس اللي عندك. و في مثلا وقدم انا كنت بقدم على اي حاجه بجد، انا بقدم على كل حاجه يعني. ناس كانت بتكلمني مش عارف ازاي اشتغلت في كذا، اللي هو لا انا ما كنتش متارجت كذا، فاهم؟ انا كنت اقدم على حاجات كتير وبس يعني. لما تيجي تظبط حاجه دخلت وخلاص يعني، فاهم؟ حاجه تانية من الحاجات ان هو انت ممكن تحاول ان انت تعمل كونكشنز برضو كويسه، وان انت تحاول تكلم الهايرنج مانجرز مثلا ولا الاتش ار ولا ايا كان. او ان انت يكون ليك برضو تعرف تعمل كونكشنز كويسه، بحيث ان هو يكون عندك ناس يقدروا ان هم يعملوا لك ريكومنديشنز في اماكن بحيث ان انت تتشاف. هو الريكومنديشن دوت مش واسطه يعني، فاهم؟ لو انت مش عشان حد recommended you for a certain position مثلا فانت خلاص هتخش البوزيشن دوت، تعالى ده انت جاي من طرف كذا تعالى السلام عليكم. لا هو بس بيدي لك فرصه اكبر ان انت تتشاف مش اكتر، وبرده الكواليفيكيشنز بتاعتك هي اللي هتحدد. فانت في الاول في الاخر هتحاول ان انت تفل الجابس بتاعتك في السكيلز وقدم كتير، بس سيرش وقدم يعني. انا كنت فتره من الفترات مخلي التقديم ده كنت بقعد تقريبا فول تايم تقديم يعني لو هو عندي وقت النهارده الوقت ده وقت تقديم وسيرش على جوبس، فاهم؟ بس انا مبسوط جدا ان انت كنت معايا وضيف جميل، واتمنى إن الحلقه تفيد الناس يعني والشباب، ونكون ردينا على كل الاسئله بتاعتهم. عايزك تدي لي كده حبيبي. قول لنا بقى بتعمل ايه على قناه اليوتيوب بتاعتك عشان الشباب تستفيد وتدخل تسمع. طيب جميل. هو بالنسبة للشانل اليوتيوب يعني هي كانت تجربة، لأن أنا كنت خلاص ناوي إن أنا أبطل شرح يعني، وإن أنا أبقى منتور أو انستراكتور أو كده. لكن في فترة من الفترات حسيت إن هو إيه ده، طب أنت بتقول إن أنت منتور بقالك 3 سنين، طيب فين بقى الشغل بتاعك؟ فين ألاقيك؟ مفيش حاجة. فقلت لا، وانا محتاج ان انا يعني اوثق الحوار ده، فتعالى ناخد لفه كمان. ومن هنا بدات الشانل. هو ممكن اهوست الحاجات ديت فين؟ هوستها على يوتيوب بتاع فيديوز. فهبدا ان انا اعمل بقى اشوف الليفل اللي جاي او الليفلات اللي جايه في الكوميونتي عندنا، وابدا ان انا اشرح لها عادي السيشنز، وهريكورد السيشنز المره دي، واحاول ان انا اخد التوبكس اللي انا نفسي اشرحها يعني. وبس بدا الحوار من هنا، والحمد لله لقيت بوزيتيف فيدباك. فهو هتلاقي مثلا حاجات ممكن في نقص في حاجات النيو كامرز انا ما كنتش مهتم بيها خالص، وحتى شرح النيو كامرز انا مش مقتنع بيه اللي موجود يعني في اريز في داتا تايبس اعتقد. بس يعني انا مش مقتنع بالحاجات ديت وحاجات ناقصه يعني. بس اللي هو كان اكتر يعني بفوكس عليه كان توبكس في ليفل 1 وليفل 2 كده تقريبا: minus search, two pointers, recursion, basic math ونمبر theory, graph theory. بس لسه ما كملتهاش في الخطه، ان شاء الله هكملها قريب. وهكذا يعني في شويه انا توبكس عامل لهم سيف وهسمعهم قريب اصلا. يا عم الشرف ليا. الله بس يعني يخليك. فيعني كان فيها شوية حاجات من الحاجات اللي أنا مبسوط بيها يعني، واللي لقيت عليها بوزيتيف فيدباك الحمد لله كويس.
فاتمنى ان هي تساعد حد. يعني لو حد حابب يبص عليها هبعت لك اللينك بتاعها ان شاء الله، لو انت معاك اللينك حطه في احسن. الديسكريبشن انت باذن اوكي. الله. معايا اكيد، عامل سبسكرايب. طيب تمام. بس يعني لو حد حابب ان هو ايه يخش، وهستنى الفيدباك لان انا بحب اسمع مم. الفيدباك، سواء كويس بوزيتيف او نيجاتيف، كله كويس بالنسبه لي، فهبقى مستني فيدباك. شكرا لحضرتك جدا.